واش راك خويا؟ لاباس الله يهنيك الحمد لله. مديرين حالة هادو. شوف كاينة منها. هذه الألفراك هذه بمبالغ تراوحت بين 2000 و10,000 دينار جزائري عرضت قطعة 10 دينار جزائرية الصفراء للبيع، ليس لأنها عملة نادرة بل لتداول معلومات عن كونها مصنوعة من الذهب. هذه تسوى 1000 فرنك. الناس راهم يقولوا فيها الذهب وكذا، الناس تخرج، الناس راهي تزيد عليها. كنت مكونيكتي من بعد شفت هذه الألفراك قال لك يتباع، قال لك مخلطة بالذهب هم يشرو فيهم اللي عنده كونتيتي بزاف. جيت عند الشيخ إدريس أستاذ تاعنا يورينا باينة، قال لي ما كاش منها باسكو انا شفتها في موقع التواصل الاجتماعي مدايرين حالة بها تاع هادي الفراك بمليون. انا ما دخلتليش في راسي، لو كان جات صح نترفو كاع يتيك هكاك الفراك بمليون. انا الاونه الاخيره ولات الناس بزاف تكلمني على الالفراك الصفراء، اللي يجي يقول لي الفراك الصفراء تسوى كذا. كاين ناس هم يروجوا واحد الكلام يقول لك الفراك هذه فيها 2 غرامات ذهب، وكاين ناس اللي راهم يقولوا هذه الالفراك تتخلط بالذهب. نولوا السؤال الاول، الالفراك هذه انا حسب البحوث تاعي اللي درتهم بفضل الله انه الالفراك راهي فيها النحاس كيما 4 دورو اللي فيها النحاس كيما 10 دورو اللي فيها النحاس. حالة الجدل التي أثارتها هذه القطعة النقدية جعلتنا نتحرى الأمر، والوجهة كانت أحد محلات بيع المجوهرات أين اختبرنا احتواء القطع على الذهب من عدمه. سمعت انا بلي الالفراك كم يشرب بها كل واحد شحال يقول، واحد يقول 500,000 واحد يقول مليون. على اساس شغل انها ذهب. مشا كي شتي اليوم عايرناها ولقيناها باللي ماشي ذهب. أما السر وراء الاهتمام بهذه القطعة النقدية وجمعها هو استعمالها في تخفيف قيراط الذهب بالورشات. مزاعم باحتوائها على الذهب رفعت قيمة قطعة 10 دينار ذات اللون الأصفر لأضعاف مضاعفة، إلا أن قيمتها في الحقيقة تساوي 10 دينار فقط لا أكثر.